السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم عيد الاضحى، حبيت اعمل لكم ريفيو عن حديقه عابدين. هي بعد ما اتجددت، ده قصر عابدين اهو. دي عربيات للاطفال، تقريبا التلت ساعه ب40 جنيه، حسب بقى عمر الطفل، او يعني كل ما يبقى صغنطوط العربيه بتبقى صغيره، كل ما بيبقى كبير شويه بياخد العربيات الجيب دي. هي هنا كده قعدات، انا قلت اعمل لكم عليها ريفيو. احنا اساسا من عابدين، للي حابب بقى يجي يتفسح في جنينه عابدين، حديقه عابدين. هي كانت الاول حديقه عامه، لما اتطورت قفلوها كلها بسور. سعر تذكره الدخول 5 جنيه، والاطفال من بعد 5 سنين 5 جنيه، وكلها مطاعم. ادي ده مطعم اسمه بوبوس، ده تقريبا بتاع حلويات. وفي هنا صوبيا الرحماني فرع برضو، صورها لكم كلها. يعني كان هي فسحه في العيد او كده، او للعائلات، لا حلوه والجو تحفه بصراحه مع القمر بقى. استنوا هي من على الناحيتين مطاعم. ده طبعا مطعم اكل، وده مطعم، وده مطعم، وطبعا هناك ده كافيه. انا هنا كده من ناحية القصر اخر الحديقة، هجيب لكم قدام. قول لهم مرحبا. مرحبا. هاي. ايه يلا قول لهم عاملين ايه يا ماما. سليم. قول لهم كل سنه وانتم طيبين. اديهم بوسه، اديهم بوسه. اهي دي شكل العربيات. لا العربيات جميله بصراحه، تحفه. ايوه ده طفل صغنون اللي راكب ديت. وادي قصر عابدين اهو. هي بصراحه الحديقه لما اتطورت بقت تحفه. يا ماما. يا ماما. هنا كده في ملاهي للاطفال، وفي لعبه بابجي على اللي هي الشاشات الكبيره، وفي العاب 3D. ده مكان للاطفال برضو لعب، وده مطعم. لو واضح دي العاب للاطفال، ودي كراسي 3D، وده كافيه، وده مطعم تاني، ودي محافظة عابدين. وهنا برضو الناحية دي كده برضو مخصص للأطفال. ودي برضو كل دي مطاعم بقى وكافيهات ومطاعم أكل، حلويات. ده جزء برضو هنا كده، ده جزء ألعاب برضو، فيديو جيمز وبابجي واللي هي الألعاب 3D والنطاطة. وهنا ملاهي، الفنجال والبيت اللي هو المنفوخ ده اللي بيزحلقوا عليه، والمنخل. ده يعتبر اهدى جزء في حديقة عابدين، الجزء اللي هو من ناحية لا من اللي يوديكوا عند مترو محمد نجيب، يعني اللي عاوز يجي عن طريق المترو
دي نافورة، بس ساعات بيفتحوها بتبقى بتدي الوان جميلة، بس هي مقفولة النهاردة. ده اهدى جزء بقى اللي هما بيريحوا دماغهم، بيروحوا اهدى جزء ده كده، اللي هو من ناحية ده، مش من ناحية بقى قصر عابدين، لا من الناحية التانية خالص، من ناحية الجنينة، من باقي الناحية التانية خالص. هي ليها بابين للدخول. يا حمزة ده الباب التاني اللي احنا رايحينه برضو. هي بصراحة يعني لا، من بعد ما جددوها وكده وطوروها بقت تحفة، فيها كل حاجة واسعارها في متناول الجميع. يعني بصراحة انت لو يعني جيتي باطفالك، دخول الملاهي حسب اسعار اللعبة، يعني ممكن تكون في ب15، في ب10، في ب30، حسب ما يعني اللعبة بقى. انا الاسعار بصراحة لا مش عارفاها، اصل هي الالعاب فيها متنوعة، لو طلبتي طلب او حاجة لا الطلبات مش غالية. هنا كل بقى بيقف ياخد سيلفي، يعني الطلبات مش غالية. يعني هنا تقريبا صوبيا الرحمن لو طلبت علبة ب25 وحجمها كويس. لا الاسعار كلها في متناول الجميع. ده انت لو حابين يعني تاخدي اطفالك او كده، او الاسر تتفسح، يعني جنينة عابدين لا بصراحة جميلة تحفة. دول اخواننا العرب طبعا، وراهم اخواننا السودانيين، وراهم اخواننا المصريين. وكل سنة وانتم طيبين. هي دي حديقة عابدين كلها بصراحة، بس هي جميلة والجو فيها تحفة. بصي بقى كل ده لبوابة الدخول، كل دي أسر داخلة. يعني هي بتبتدي بقى، يعني بتبقى زحمة جدا من الساعة 9، يعني من الساعة في الأعياد بتبتدي من 9 بيسهروا فيها بقى. ودوت البيت لو شايفينه، اللي هو بيطلع في الأفلام القديمة اللي بيصوروا فيها على طول. السطح اهو، لو تعرفوه السطح اللي هو البيت بتاع عابدين اللي على طول بيتصور فيه، بيبقى قدامه قصر عابدين على طول. وهي بصراحة لا اسعارها حلوة وامان، كلها امن، الجيش واقف في كل حتة، الامن واقف في كل حتة، عينهم على الاطفال. لا هي بصراحة تحفة حلوة. انا قلت اعمل ريفيو للي ما يعرفهاش او ما شافهاش بعد التطوير. دي هي حديقة عابدين بعد التطوير، والدخول بسعر رمزي، يعني الدخول التذكرة ب5 جنيه، ولو معاكي اطفال من بعد ال5 سنين ب5 جنيه. فقلت اعمل ريفيو يمكن حد يستفاد، او يا ريت بقى اللي ما راحاش يجيها، والله هينبسط فيها جدا. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك علينا يا رب جميعا. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير، وترفعوا لي الفيديو، وتكتبوا لي تعليق حلو. لا اله الا الله. باي باي.